السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ازيكم يا شباب، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن ازاي نعمل انستول لبرنامج اندرويد ستوديو، وازاي نعمل انستول للفي اس كود عشان الناس اللي عايزة تشتغل على الفي اس كود. في الفيديو ده هنكتب أول برنامج لينا خالص اللي هو يعتبر تكملة للفيديو اللي فات. فأول حاجة عندي هنفتح الفي اس كود بتاعنا. بعد ما فتحنا الفي اس كود هننشأ فولدر، تمام، ونحط فيه الملفات بتاعتنا اللي احنا هنشتغل عليها. هنيجي هنا مثلا نقول له ان نيو اوبن فولدر، تمام. عايز انشئ فولدر، هاجي هنا هقول له عندي عايز احطه في السي، في الديسكتوب مثلا. وهاجي هنا هقول له اعمل كليك يمين واعمل نيو، ومن نيو اعمل نيو فولدر واسميه مثلا دارت، واضغط انتر واعمل سيلكت فولدر. بعد ما عملت سيلكت فولدر هاجي هنا في الفولدر بتاعه اهوت، هقف عليه كده، هفتحه كده، واجي هنا في نيو فايل اقف على دي، هيظهر لي نيو فايل. اعمل نيو فايل اسميه مثلا دارت دوت، اسميه مثلا مين دوت دارت دوت دارت، تمام. يعني ايه مين دوت دارت؟ اولا مين دي اسم، يعني انت ممكن تسميه اي اسم، اكس، واي، زد، محمد، اي اسم تسميه عادي. بس احنا بنسمي اسماء معبره للفايل اللي احنا بنشتغل عليه، تمام. وهتعرف ايه الغرض من كلمه مين دي بعدين. طيب ودوت دارت ده، دوت دارت دي الاكستنشن بتاعت الفايل، معناها ان الفايل دوت بيتكتب فيه بلغه دارت. دوت دارت دي الاكستنشن، يعني احنا لو هنا قلنا له دوت بايثون بي واي هيجيب لك علامه البايثون اهو واصلك، يبقى انت هتكتب في الفايل دوت بلغه بايثون. طب لو قلت له جافا هيظهر لي هنا علامه الجافا. لو قلت له مثلا كوتلين كي تي كوتلين هيظهر لي علامه الكوتلين. لو قلت له مثلا اي لغه، فاهمني، اي اكستنشن ضفتها له هنا هيقول لي ان الفايل دوت بيتكتب فيه باللغه دي. احنا عايزين نكتب بلغه دارت عشان نتعلم لغه دارت، فاكتب له دارت واضغط انتر، هيفتح معايا الفايل بالشكل ده، تمام. اول حاجه عندي بتكون عندي حاجه اسمها المين فانكشن. اول حاجه فويد مين، واديه قوسين زي كده بشيفت وتسعة، تمام. وبعدين بطلع براهم وبقول له شيفت وعلامه القوسين دمت كده، تمام، هتلاقيهم فوق الانتر، واضغط انتر. واجي هنا هقول له برنت مثلا محمد، اكتب لي محمد، تمام. واضغط اطلع بره واضغط سيمي كولن. يعني ايه الكلام دوت بقى؟ تعال نشرح الكود ده واحده واحده. قبل ما نشرح الكلام دوت، انا لو جيت سالتك يعني ايه برنامج، حضرتك طبعا اكيد عارف ان البرنامج هو مجموعه من الخطوات بيتم تنفيذها بالترتيب لعمل تاسك معينه. طيب يا باشمهندس، انا لو عندي خطوات كتير وعاوز ابدا من عند نقطه معينه، ازاي هقول للبرنامج بتاعي او الكمبيوتر بتاعي ان انا عايز ابدا من هنا؟ وهنا يجي دور المين فانكشن. دي عندي كده اسمها فانكشن، اسمها فانكشن، تمام. انت عارف ان اسمها فانكشن. مين فانكشن دي اللي انا بقول للبرنامج بتاعي ان هو هيبدا من هنا، يعني بدايه البرنامج بتاعي هيبدا من هنا، تمام. يعني انا لو جيت عملت فايل تاني هنا مثلا، قلت له هنا مثلا، جيت هنا عملت فايل سميته مثلا اكس دوت دارت، تمام. وجيت هنا قلت له عندي فويد مين، تمام. وجيت هنا قلت له عندي مثلا برنت اوبجكت مثلا زي دي، او مثلا برنت هقول له ران ايه. دي معناها ايه؟ معناها ان انا بقول للبرنامج بتاعي هتبدا من هنا، تمام، هتبدا من الملف ده. احنا لو جينا طبعا، بس ما ينفعش تعمل اتنين
مين فانكشن، فهتيجي تلغي دي خالص. تمام. وهنروح للفايل دوت، وهقول وكده البرنامج بتاعي هيبدا من هنا. يعني لما اجي اضغط على ايقونه البرنامج، تمام، هو هيبدا من هنا. اول حاجه هيرنها هي الفويد مين دي. تمام. تمام. تعالى نرجع لمرجوعنا اللي هو دوت. كده احنا عرفنا يعني ايه فويد مين دي، يعني فانكشن مين. تمام. تعالى نخش بقى جوه البرنامج بتاعنا اللي هو هيتنفذ. يبقى يعني ايه برنت؟ برنت قلت له برنت وفتح لي قوسين وكتبت محمد وحطيت علامه في الاخر. يعني ايه الكلام دوت؟ انا عندي الامر ده كده بسميه ستيتمنت. تمام. ده امر، اي امر عندي بينتهي. يعني كتبت اي كود زي كده واخر حاجه حطيت له العلامه دي اللي هي اسمها سيمي كولن. العلامه دي اسمها سيمي كولن. تمام. تمام. وبتكتبها ازاي؟ بتكتبها بعد حرف ال، تضغط عليها كده هيظهر لك السيمي كولن دي. تمام. ودي بتقول للبرنامج او بتعرف الكمبيوتر ان السطر دوت اخره كده. تمام. مفيش حاجه بعد منه. ده اسمها ستيتمنت، برنت ستيتمنت. تمام. وبرنت ستيتمنت دي او السطر ده، الستيتمنت ده بقول له اطبع لي كلمه محمد. وامر برنت ده بيطبع لي الحاجه اللي جواه. يعني لما استخدم برنت وافتح قوسين، اولا القوسين والكلام ده كله ده السنتكس بتاع اللغه. يعني انت فهمني؟ يعني انت مثلا بتيجي هنا، انا مثلا عايز اطبع كلمه او عايز اطبع حاجه. تمام. بعمل ايه؟ بعمل برنت، بكتب هنا برنت. انت ما بتحفظش اوامر، بتكتب بي ار بيظهر لك برنت هيك. بتنزل عليها بالسهم تحت اهي، تختارها تضغط على انتر هيظهر لك الكلام ده كده. تمام. هتروح ماسح اللي جواها، بكتب بي ار وبتظهر، وبنزل بالسهم تحت كده بختار برنت. انا ما بحفظش حاجه. وبعدين بعمل ايه؟ من السنتكس بتاعت اللغه بتقول لك لما تستخدم برنت دي بتعمل ايه؟ عشان تكتب جواها وتطبع لك حاجه جواها، بتروح ماسح كده مثلا وضغط شيفت ودبل كوتيشن، دي اسمها دبل كوتيشن. تمام. وتكتب اللي انت عايز تكتبه، اي حاجه تكتبها وتطلع بره وتعمل سيمي كولن عشان تعرف البرنامج ان كده ان سطر الكود ده انتهى. انا كده خلصت سطر الكود ده. عايز اكتب حاجه تانية عادي، هكتب برضو برنت مثلا ودبل كوتيشن شيفت ودبل كوتيشن فوق الشيفت على طول. تمام. واطلع بره واقول له سيمي كولن اهي. تمام. انا كده خلصت الامر ده، وهكذا. والبرنامج بتاعنا طبعا بيتنفذ زي ما احنا عارفين باين باي لاين، يعني سطر بسطر، وهو هينفذ لي الكلام دوت كله كده. تمام. هضغط شيفت ودبل كوتيشن واكتب اي حاجه انا عايزها واطلع بره اقول له سيمي كولن. عايز اطبع الكلام دوت، هاجي للبرنامج بتاعي طبعا هنا عشان اظهر الشاشه اللي تحت عشان يظهر لي الديباج الكونسول بتاعي، وهاجي هنا هقول له ستارت ديباج. تمام. هيظهر لي الكلام دوت البرنت اهوت اول السطر الاولاني، ممكن نكتبه مثلا محمد. تمام. ونعمل ديباج تاني، هيظهر معايا اهو محمد، وبعدين نزل على السطر اللي بعده اوبجكت، وبعدين السطر اللي بعده، وهكذا. هو ده البرنامج بتاعي. البرنامج اي برنامج عندي بيتنفذ سطر بسطر. الكمبيوتر بيمشي بيه سطر بسطر. تمام. يبقى احنا كده فهمنا في الفيديو دوت يعني ايه مين فانكشن. المين فانكشن دي البدايه بتاعه البرنامج بتاعي. انا بقول للبرنامج بتاعي هتبدا من هنا، هتنفذ لي اول حاجه هتنفذها هي دي. بعد كده انت هتعرف كل حاجه بعدين برضو ازاي بتمشي. بس احنا خلينا عارفين ان الفويد مين دي المين فانكشن بتاعتي اللي هي بدايه البرنامج بتاعي اللي هو بيبتدي من عندها. تمام. تمام. طب وبرنت ستيتمنت؟ برنت ستيتمنت ده امر طباعه. امر طباعه، انا بقول للبرنامج اطبع لي الامر ده. ستيتمنت هي امر طباعه. تمام. هنا البرنت دي يعني اطبع لي. عشان استخدم البرنت بعمل ايه؟ بعمل قوسين واكتب جواهم اتنين دبل كوتيشن بكده او سنجل كوتيشن. يعني ممكن استخدم السنجل كوتيشن بس كده من غير شيفت، اضغط عليها كده. تمام. واكتب جواها عادي اي اللي انا عايزه خالص ويطبع عادي مفيش مشكله خالص. تمام. او ممكن زي ما احنا قلنا تضغط شيفت ودبل كوتيشن. تمام. وهتكتب برضو اللي انت عايزه وكلام من ده. بعد ما اخلص بطلع بره القوسين واحط له سيمي كولن عشان اقول له ان البرنامج بتاعي ان انا ان السطر دوت انتهى، مفيش حاجه تانية هتنفذها بعدين. تمام. تمام. وبكده احنا نكون فهمنا يعني ايه مين فانكشن ويعني ايه برنت ستيتمنت ويعني ايه سيمي كولن، ودي الاساسيات بتاعتنا. اتمنى تكون استفدت من الفيديو واشوفكم في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.